هذا الدرس في الحب الكبير للوالدين لأولادهم. إريك بيرن طبيب نفساني ومؤسس نظرية التحليل التفاعلي، وبالفرنسوية لاناليز ترانزاكسيونيل، زاد في 1910 ومات في 1970. الوالد ديالو كان طبيب، والأم ديالو كانت كاتبة ومحررة محترفة. إريك بيرن كان عزيز عليه الوالد ديالو بزاف، كان معجب به، وكان كيقول عليه بأنه طبيب مزيان منين كان صغير. وفي هادك البرد والثلج ديال مونريال في كندا كان كيمشي مع الوالد ديالو منين كان يزور المرضى في ديورهم باش يداويهم، وبعد لمرات ما كانش يتخلص منهم. الوالد ديالو مات، وإريك بيرن كان عنده غير حدا صرعة. بكى وحزن بزاف على الوالد ديالو، حيث كان بالنسبة ليه أب وصاحبه. الأم ديالو هي اللي رباته من بعد الموت ديال الوالد ديالو، وشجعته باش يكون طبيب بحال الوالد ديالو رغم الصعوبات ديال الحياة بلا الأب ديالو وظروف العيش القاسية والصعيبة. إريك بيرن استطاع باش يولي طبيب. عطيني ودنك وسمع ليا وخذ مني دروس وعبرة. كونوا قرابا من أولادكم وكونوا لهم قدوة. المحيط ديال الأسرة عنده دور كبير في التنمية الشخصية ديال الطفل. حب الوالد ديالو للطب والتعامل ديالو المزيان مع الناس خلاو إريك بيرن يختار باش يكون طبيب. الأم ديالو شجعته وتعلم منها حب الكتابة والقراءة ديال الكتب. إلا بغيتي المزيد لايك لفيديو ودير أبوني في القناة. نشوفكم قريب. سلام.